الشيخ صالح الله يطول في عمرك يا حبيبي. هو الشيخ صالح هو فلسطيني الاصل. فلسطيني نعم. فلسطيني. شيخ صالح بعض الاسئله اذا يمكن. تفضل. شيخ صالح من وانت في الجزائر؟ أنا من 82 خرجنا من معركة بيروت مع إسرائيل عفوا في 82 مباشرة. خيرونا، كاين اللي راح على اليمن، كاين اللي راح على سوريا، اللي راح على هذا، كاين اللي رجع لداره. فقالوا لي في الجزائر، قلت لهم على الجزائر خلاص بطلنا. الله يسلمك. لأن الجزائر حلمنا بها والله، ونحن في المرحلة الثانوية. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين. شيخ صالح أستاذ جامعي. نعم متقاعد الآن. أستاذ جامعي في جامعة مولود معمري. نعم في تيزي وزو في حسناو. نعم. الشيخ صالح خرج أجيال، الله يسلمك. خرج مدرسين، خرج أساتذة، خرج علماء. الله يسلمك. ما شاء الله. أطباء. الشكر الحمد لله الكبير والجزيل يعود إليك. الحمد لله. وفضل من الله عز وجل. لله سبحانه وتعالى. يا جماعة تحية فلسطين. والله تحية فلسطين وتحية رجال فلسطين. إن شاء الله تتحرر فلسطين والمسجد الأقصى. المسجد الأقصى وإن شاء الله ربي يرزقنا بصلاة في المسجد الأقصى إن شاء الله. الشيخ صلاح خرج أجيال هنا في تيزي وزو. نعم. على الذكر الشيخ صلاح خرج أجيال في ولاية تيزي وزو في جامعة مولود معمري. نعم. إن شاء الله بإذن الله تعالى. نداء لوزارة التربية. نداء لوزارة التربية. نرد له الجميل بإذن الله. إن شاء الله. بارك الله نرد له في هذا الجميل. البلد. والله يعني كي خرجنا من بيروت عام 82 خيرونا، كاين اللي راح على اليمن، كاين اللي راح على سوريا، كاين اللي روى على داره. قالوا لا، قلت لهم أنا في الجزائر على طول، لأنني أحلم بها وأنا في سنة البكالوريا. حتى كان موضوع التعبير عن الجزائر، وما كناش من الفقر، ما كناش نعرف إنه الجزائر استقلت في 62. فكنت كتبت موضوع التعبير عن الجزائر. إن الحمد لله بعد ثورة دامت 7 سنوات الحمد لله استقلت الجزائر وأصبحت قدوة لنا نحن الفلسطينيين. هذا هو. وإن شاء الله إنها تكمل المعركة، إن شاء الله تكتمل بتحرير البلد أو الوطن فلسطين إن شاء الله. آمين. ونصلي في الأقصى إن شاء الله. آمين يا ربي. ونشكرك يا شيخ صالح جزيل الشكر. وأي حاجة، أنا تقاعدت الآن من الجامعة بعد خدمة 41 سنة. الله يبارك. في جامعة مولود معمري. هذا هو. لكن أي حاجة ما كانش فلسطيني إلا أنا. الله يبارك. فعلى الرحب والسعة. أي حاجة بخص الطلاب يجوني. لا. دكتور صلاح هذا ما كان. دكتور صلاح اون ديقار وين يبغى الحاجة، ولا دكتور صلاح راهو يقول لكم اللي يحب معلومة، اللي يحب أي حاجة يسأل قادر عليها أقدمها بلا مزية مثل ما تقولوها أنتم. بلا مزية. الله يبارك. وهذا واجب. الله فيك. الجزائر